أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. كل سنة وانتم طيبين يا أعزائي المتابعين، وعيد سعيد عليكم، عيد فطر سعيد عليكم طبعا يا أعزائي المتابعين. خلاص رمضان خلص رسمي يا أعزائي المتابعين، وأنا حبيت طبعا بمناسبة عيد الفطر إن احنا نبدأ بإصدار الأغاني الحزينة، وده لأن احنا وعدناكم إن مش هيتم تأليف أي أغاني حزينة في رمضان، والحمد لله رمضان خلص وجه الوقت إن احنا نصدر أقوى الأغاني الحزينة على الإطلاق. الأغنية الحزينة اللي قدامكم دي يا أعزائي المتابعين هتنزل دلوقتي بعد تصوير الفيديو، والأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين متميزة جدا ورائعة جدا جدا، وأنا مش هقرا لكم بس جزء من الكلمات بتاعتها، لأ ده أنا هغنيها لكم كمان. يا حبي يا عمري قوليلي وفهميني بتخليتي عني ليه وليه. انتي فراقك عالحقيقة قتلني، بيقطع في قلبي ومش عارف اخد نفسي. طول الغياب وانت اغلى من كل الاحباب، حبك عالي والنصيب غلاب، كان نفسي اني نفضل احباب للابد. وده طبعا يا أعزائي المتابعين جزء كده يعني من تجربة غنائية رائعة مني، ويعني أنا مش عارف، أنا أبدعت صراحة في الأغنية الحزينة دي. والأغنية الحزينة دي بقى يا أعزائي المتابعين يعني هي مش مجرد أغنية حزينة عن الحب، لأ ده هي أغنية حزينة واقعية جدا. وأنا مش هكدب عليكم، الأغنية الحزينة دي يعني من تجربة حقيقية يا أعزائي المتابعين. ف تخيلوا أما تكون أغنية حزينة من الواقع ورهيبة بالشكل ده، مستنيين إيه؟ يعني ده حاجة جميلة جدا. طبعا يا أعزائي المتابعين أما ندخل على قناة اليوتيوب نتفاجأ أن القناة أخيرا والحمد لله زادت 2 مشترك. بعد ما كنا 173 مشترك بقينا 175 مشترك. ده إنجاز تاريخي، يعني طول شهر رمضان زدنا هما 2 مشترك بس. ده إنجاز رهيب جدا. ده إيه الجمدان ده؟ أنا مش عارف أقول لكم إيه صراحة، يعني حاجة جامدة جدا جدا. ده بجد والله يا أعزائي المتابعين حاجة ما تتوصفش يعني. ما علينا يا أعزائي المتابعين، آه، إحنا طبعا عندنا أهداف لازم نحققها في القناة دي، والأهداف دي هدف رقم 1 وهدف رقم 2، وهدف رقم 1 أهم مليون مرة من هدف رقم 2. فيا أعزائي المتابعين ادعمونا عشان نوصل لأهدافنا. طبعا في مشكلة كبيرة دلوقتي يا أعزائي المتابعين، إن الحرب بين إيران والدولة الإسرائيلية ديت تسببت في إن دولة العراق اللي كانت بتتابع القناة وبتدعمها اختفت من المتابعة تماما. وده بسبب إن دولة العراق لحد النهاردة مش عارفين يرجعوا الكهرباء ليهم، وده تسبب في أزمة خطيرة جدا في القناة. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده أرقام المشاهدات في الفيديوهات تعتبر مفيش. احنا كنا بنجيب أرقام أحسن من كده بكتير جدا، وكل المعدلات بتقول إن القناة بتقع والفيديوهات ما بتجيبش أرقام مشاهدات أصلا. يا أعزائي المتابعين أنا الموضوع ده يعني مش عارف أقول لكم إيه، بس الموضوع حرفيا مضايقني جدا جدا. وبالمناسبة قبل ما أنسى، قصة الوحوش اللي احنا
ما كملناش تأليفها وما عملناش لسه بقيت الشغل فيها. فديت فديت يا أعزائي المتابعين، إن شاء الله هنكمل بقية تنزيل قصة الوحوش ما بعد رمضان، لأن لسه في تأليف ليها مكملش. طيب الفترة دي في العيد المفروض هينزل لكم 3 أغاني حزينة، منهم الأغنية الحزينة اللي احنا بنصورها دلوقتي، وهتنزل النهاردة إن شاء الله على اليوتيوب. أتمنى تدعموا القناة أكتر وأكتر، وأشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.